بترضعي طبيعي، اكيد جه في بالك شويه الاسئله دي. يا ترى برضع صح؟ يا ترى ابني بيشبع مع الرضاعه؟ ايه وضعيات الرضاعه الصحيحه؟ وازاي اضمن ان الرضاعه ما توجعنيش ولا تسببش اي مشاكل معايا؟ السلام عليكم، انا دكتور حسام، طبيب اطفال، وهنا بقدم لك معلومه تهمك وتهم طفلك. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. فمن الاخر يا مامي، الرضاعه الطبيعيه مش معناها ان الطفل بيعيط فانا همسكه ارضعه، لا، دي علم كبير وصحه ومناعه وشويه حاجات لو عرفتيهم هتوفر عليكي مشاوير كتير للدكاتره. والحلقه دي انا هكلمك عن كل ما يخص الرضاعه الطبيعيه. اول حاجه، ليه الرضاعه الطبيعيه مهمه؟ خليني اقول لك ان الرضاعه الطبيعيه هي افضل بدايه في حياه ابنك. اما عن فوائدها فليها فوائد على الام والطفل. فبالنسبه لفوائدها للام، فهي اولا بتقلل النزيف وبتساعد الرحم يرجع لطبيعته بعد الولاده، وكمان بتحمي من سرطان الثدي والمبيض، وكمان بتحمي من هشاشه العظام. ده غير انها بتقلل من اكتئاب ما بعد الولاده، واللي بالمناسبه منتشر بين امهات كتير، وده لان هرمون الاوكسيتوسين بيتفرز. ومش كده وبس، دي حتى على المدى الطويل بتحمي القلب بتاع الام. اما بالنسبه لفوائدها على الطفل فعد براحتك. اولا، هي بتحمي الطفل من العدوى على مدار اول 6 شهور بشكل اساسي، وكمان بتقوي مناعته لان لبن الام كله اجسام مضاده. ولبن الام ده يا جماعه يعتبر مصدر للتغذيه المثاليه، لانه بيمد الطفل تقريبا بكل العناصر اول 6 شهور، وكمان بيساعده على النمو السليم لانه بيدعم نمو المخ والجسم، وكمان بيحمي طفلك من السمنه على المدى البعيد، وكمان بيحميه من الربو والحساسيه والسكري من النوع الاول. وغير كل ده بيرسخ الترابط العاطفي بين الطفل ومامته. وهنا خليني اقول لك نصيحه مهمه جدا يا مامي، مهم جدا ترضعي طفلك في اول ساعه بعد الولاده. الرضاعه في الوقت ده مهمه جدا، انها بتحفز افراز اللبن وكمان بتقوي مناعه الطفل. تاني حاجه، الوضعيات الصحيحه للرضاعه. مهم جدا تحضري نفسك، تغسلي ايدك كويس، وتقعدي في مكان مريح، تسندي ظهرك كويس. وتعالى اقول لك دلوقتي على شويه اوضاع شائعه في الرضاعه الطبيعيه. اول حاجه، الوضع التقليدي اللي احنا لسه بنتكلم فيه، ان الطفل بيكون بالشكل ده وبيرضع منك. تاني وضع معانا ان الطفل بيكون تحت الابط بالشكل ده ودماغه جنب الثدي وبيرضع بالشكل ده، والوضع ده كويس جدا بعد الولاده القيصريه. اما بقى تالت وضع، ان الام بتكون مستلقيه او نايمه على جنبها بالليل والطفل نايم جنبها وبيرضع، وطبعا ده بيبقى مريح جدا بالليل بالنسبه للام. وهنا انا عارف التساؤل اللي جه في دماغك، هل يا دكتور لما طفل يرضع وهو نايم بالشكل اللي احنا قلناه، هل ده ممكن يعمل له التهابات في الاذن الوسطى؟ خليني اقول لك ده على حسب نوع الرضاعه. فالابحاث الحديثه وجدت في الرضاعه الطبيعيه الطفل مش بيحصل له التهابات في الاذن الوسطى، ولكن ده ممكن يحصل مع الرضاعه الصناعيه لو الطفل بيرضع وهو مستلقي في 180 درجه مش مرفوع بالشكل ده. وخليني دلوقتي اكلمك شويه عن موضوع التقام الحلمه اللي بيغلط فيه كتير من الامهات. بص يا مامي، مهم جدا ان طفلك ما ياخدش بس الحلمه، لازم جزء كبير من المنطقه الملونه برضو يدخل بقه اثناء الرضاعه. ومن اهم الحاجات اللي تقولك انك بترضعي صح، اولا ان ما يكونش عندك وجع اثناء الرضاعه، والحاجه التانيه ان طفلك وهو بيرضع انت سامعه صوت البلع، صوت بلع منتظم كده. والحاجه التالته ان بقه كده او خدوده تبقى منفوخه شويه باللبن. وبعد الرضعه الطفل بينام نوم عميق. الفقره الثالثه، اسئله شائعه ومعلومات مهمه. والسؤال الاول، ارضع كل قد ايه؟ هنا خليني اقولك ان الرضاعه الطبيعيه عند الطلب، مفيش حاجه اسمها انظم رضاعه طبيعيه. تقريبا كده الطفل على مدار اليوم بيرضع حوالي من 8 ل 12 رضعه، ولما الطفل بيكبر شويه هتلاقيه من نفسه كده ممكن يرضع رضعه كل ساعتين او 3 ساعات. وهنا لازم اقولك مهم جدا وانت بترضعي طفلك انك ما ترضعيهوش 5 دقايق كده وتنقليه على الثدي التاني، لازم طفلك يرضع من 10 ل 15 دقيقه عشان يكون رضع كل اللبن الموجود في الثدي، وبالذات اللبن الخلفي اللي بيبقى كله دهون وسعرات حراريه عاليه بتزود وزن الطفل. ولو مش فاهمه الكلام اللي انا بقوله فخليني اقولك ان لبن الام ده متقسم جزئين، لبن امامي بيبقى فيه ميه وسكريات، ده بيروي الطفل وبيفتح شهيته، وجزء تاني اسمه اللبن الخلفي، ده بيجي في اخر الرضعه، ده بيبقى فيه الدهون والسعرات الحراريه اللي بتزود وزن الطفل. وهنا هرد على التساؤل اللي جه في بالك، يا دكتور انا حاسه ان لبني خفيف. خليني اقولك ان دي خرافه، مفيش حاجه اسمها لبن ام خفيف. اللي بيظهر للام في البدايه بتاعه الرضعه هو اللبن اللي احنا قلناه، اللبن الامامي اللي عامل زي الميه، فالام
بتتوهم ان اللبن ده خفيف، ولكن لو الام بصت في اخر الرضعه هتبص تلاقي اللبن التقيل نزل. وكل ما الام هترضع طفلها رضاعه طبيعيه كل ما ده هيزود افراز اللبن. رابع حاجه، تكوين لبن الام معجزه الهيه بمعنى الكلمه. طب تعرفي ان لبنك بيتغير على حسب عمر طفلك؟ فبالنسبه لاول كام يوم بينزل لبن اسمه لبن السرسوب. لبن السرسوب ده يعتبر قنبله اجسام مضاده مهمه جدا للمناعه وتقويه الجهاز الهضمي بتاع الطفل. اما بقى لبن الام عند 6 اسابيع فبيبقى برضه مليان اجسام مضاده عشان يحمي الطفل من اي عدوى في الفتره دي، لان العدوى في الفتره دي حساسه جدا وممكن لا قدر الله تدخل الطفل للعنايه المركزه. اما بقى لبن الام عند سن ال3 شهور فبيبقى قنبله طاقه مليان سعرات حراريه. اما بقى لما بنوصل لسن ال6 شهور فلبن الام ده بقى بيبقى مليان بالاحماض الدهنيه اللي بتساعد على نمو المخ والجهاز العصبي، فنبص نلاقي الطفل في السن ده بدأ ينطق كلمه زي بابا ماما. اما بقى لبن الام عند سن السنه حكايه تاني، بيبقى مليان دهون وسعرات بتساعد على نمو المخ ونمو العضلات بشكل كبير، فنلاقي الطفل بيبدأ يقف ويحاول يمشي متسند. الفقره الخامسه، مشاكل الرضاعه الشائعه عند الام والطفل. هقولك على اشهر 4 مشاكل بتواجه الطفل مع الرضاعه الطبيعيه. اولا، صعوبه التقام الحلم. خليني اقول لكم ان المشكله دي شائعه جدا بين الامهات، ودي اكتر حاجه ممكن تعمل تشقق في الحلمه عند الام وتخلي الام حرفيا كارهه للرضاعه، وكمان بتأذي الطفل من ناحيه ان الطفل اصلا مش بياخد كفايته من الرضاعه. والحاجه الثانيه هي الغازات والمغص. طبعا اللي بيحصل بترضعي الطفل رضاعه طبيعيه، بتبصي بعد الرضعه تلاقي طفلك بطنه قد كده كلها غازات. اللي بيحصل في الحاله دي ان الطفل اثناء الرضاعه بسبب الوضعيه الغلط بيبدا يبلع هواء مع اللبن، فبيبدا الجهاز الهضمي عنده يتملي غازات. طبعا الغازات دي بتخلي الطفل يصرخ صراخ متكرر ومستمر. والحاجه الثالثه هي النعاس اثناء الرضاعه. وطبعا في امهات كتير بتبقى فاكره ان دي مشكله، ولكن خليني اقول لك ان الطفل مجرد ما بيرضع بطنه بتبدا تتملي باللبن فبيبدا ينام. هو اول ما هيجوع هيصحى لك وهيرضع تاني. الرضاعه الطبيعيه عند الطلب. واخيرا الارتجاع، سواء القشط او الترجيع، وهنا في فرق بين الاثنين. في ارتجاع بسيط اللي هو شويه القشط، وفي ارتجاع ممكن يكون متوسط او شديد شويه اللي هو ترجيع اللبن. طيب الحكم بالنسبه لنا هنا ازاي؟ لو الطفل وزنه بيقل مع الترجيع ده فهنا في مشكله ولازم تتعالج. اما لو الطفل وزنه بيزيد بشكل طبيعي فخلاص مفيش مشكله بالنسبه للترجيع مره مرتين في اليوم. ودلوقتي خلينا اشارك معاكي اشهر 4 مشاكل بتواجه الام مع الرضاعه الطبيعيه. اولا، تشقق الحلمات، وده لسه متكلمين فيه وقلنا بسبب الرضاعه الغلط، وللاسف بيسبب الم شديد للام وبيخلي الام حرفيا كارهه للرضاعه الطبيعيه. وهنا بننصح الام ان هي تستخدم كريم مرطب، ولو الحاله شديده ترجع للطبيب المعالج. الحاجه الثانيه هي حقان الثدي. اللي بيحصل عند الامهات ان اللبن بيبدا يتراكم في الثدي، بالذات لو هي مش بترضع رضاعه كافيه او لو بتدخل للطفل رضعات صناعيه، فالطفل بيقعد شبعان فتره طويله فبالتالي ما بيرضعش من الام. طبعا اللبن المتراكم في الثدي ده ممكن يؤدي لتورم، وممكن في بعض الحالات يؤدي لكلاكيع كده بسبب انسداد قنوات الحليب. الحل في الحاله دي انك لازم ترضعي طفلك بشكل مستمر على مدار اليوم. والحاجه الثالثه هي قله انتاج اللبن، وزي ما قلنا ده اعتقاد خاطئ عند الامهات. مفيش ام لبنها خفيف، كل اللي تعمليه ترضعي طفلك رضاعه طبيعيه، وكل ما هترضعي طفلك كل ما اللبن هيزيد معاك. واخيرا الارهاق والتعب النفسي والجسدي. طبعا موضوع الارهاق ده شائع جدا بين الامهات نتيجه الرضاعه المستمره والمتكرره، وبالذات على مدار الليل اللي بيصحبها قله نوم. وهنا خلينا انصحك نصيحه اخويه، مهم جدا تاخدي فيتامينات الرضاعه، ومهم جدا تستغلي اي وقت طفلك نايم فيه وتنامي معاه في الوقت ده. سابع حاجه، خطوات عمليه لزياده ادرار اللبن. مهم جدا تشربي من 3 ل 5 لتر ميه يوميا، اشربي الكميه دي مش كتير ولا حاجه. مهم جدا تشربي اعشاب طبيعيه زي الحلبه زي اليانسون، وابعدي عن المشروبات الغازيه. ركزي على العصاير الطبيعيه وقللي الكافيين خالص، يعني بلاش شاي ولا قهوه ولا شوكولاته كتير، لان في نسبه من الكافيين ده بتوصل للطفل في لبن الرضاعه. اما بالنسبه للاكل فمهم جدا تبعدي عن الفاست فود، كلي اكل صحي من البيت، ركزي على الخضروات والفواكه، ومهم جدا نبعد عن الشط والحاجات الحراقه. ومهم جدا ترضعي طفلك عند الاحتياج، ولازم طفلك لما يرضع منك يفرغ الثدي كاملا قبل ما تنقليه على الناحيه التانيه. وارجوكي ما تديش لبن صناعي كده من نفسك، لو طفلك فعلا محتاج لبن صناعي ياخد، وده بيحدده الطبيب المعالج، غير كده لازم ترضعي رضاعه طبيعيه. فمن
الاخر يا مامي، الرضاعة الطبيعية دي كنز اوعي تضحي بيه في يوم من الايام، فايدة ليكي وفايدة لطفلك، ومن اهم الحاجات اللي اصلا بتساعد على زيادة وزن طفلك. ما تجريش ورا اللبن الصناعي، معاكي نعمة كبيرة حافظي عليها. ولو عندكم اي اسئلة سيبوها لنا في التعليقات، ما تنسوش تبعتوا الفيديو ده لاي ام بترضع. اشوفكم في فيديو جديد، سلام.